اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انتوا عارفين دايما ببدأ لايفاتي بالصلاة والسلام على رسول أشرف خلق المرسلين. النهاردة معايا وصفة جميلة جدا جدا، أنا بصراحة قررت إن أنا أعمل عليها زي ما بيقولوا كده هلولة، لأن جربتها وطلعت تحفة. خلي بالكم، انا كنت لسه مجربه الوصفه دي، الوصفه تجنن. جبت بالظبط حوالي قشره موز وسلقتها كويس جدا جدا في ميه مغليه، وابتديت ان انا اضربها في الكبه ضربه كويسه لحد ما اتحولت لقوامها بقى تقيل، وحطيت عليها معلقتين كبار خميره فوريه وقلبتها كويس، وابتديت ان انا احط عليها معلقتين زيت لوز اللي هو مش الحلو، لا انا عايزه زيت اللوز المر، وقلبت القوام ده كله كويس زي ما انتوا شايفين. وبعد ما قلبته كويس ابتديت احط عليه ذره ملح الليمون، وقمت يا جماعه قمت واخده الماسك ده كله حطيته على وشي ورقبتي. صدقوني انا بعد ما حطيته عايزه اقول لكم ان انا كنت لسه طبعا زي مثلا انا بستخدم دايما الشفرة. فالشفرة ممكن مثلا بتخشن الشعر مثلا لما يجي يطلع تاني في الوش، لكن انا بعتمد ان انا بدهن وشي بزيت اللوز قبل ما ابتدي استخدم الشفرة، وبعد كده ابتدي امسك الشفرة من فوق لتحت بحيث ان الشعر ما يطلعش ناشف او ما يطلعش خشن. بعد يا جماعه ما عملت الموضوع ده قمت واخده بعضي وحطيت الماسك الرهيب اللي انا بقول لكم عليه ده. عايزه اقول لكم ان الماسك ده تحفه 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 قسما بالله، خلى بشرتي جميله حلوه، مش وحشه، خلى البشره تبقى ناعمه. كان بيبقى